رأي الدكتور رضا عبد السلام في قرارات وزير التعليم الأخيرة. ما ينفعش تيجي تقول لي بلاش تاريخ ولا جغرافيا ولا علم نفس ولا فلسفة. اجتماع الحاجات دي مهمة جدا نعرف. ما ينفعش تقول الكلام ده. نعم. ما ينفعش. انت بتبني انسان مش بتبني حيطه. محاور اصلاح التعليم 3 اللي تطرق له وزير التعليم هو محور واحد فقط من المحاور ال3. هل التعليم التكنولوجي أو المدارس التكنولوجية ممكن تحل الأزمة الاقتصادية اللي مصر بتعاني بيها الآن؟ انا محتاج ابني يدخل المكان اللي فيه قدراته، اللي فيه مؤهلاته، يعني حضرتك اللي مع يلاقي فيه نفسه. تغيير نظام تنسيق يا الثانوية فندم العامة نطور كل الكلام. احنا ما فيش مكان في العالم لا مؤاخذه بالعك اللي احنا عايشين فيه على مدار السنين. احنا وانا بقولها اهو من وجهه نظري هذا كان له غرض سياسي. رأي الدكتور رضا عبد السلام في قرارات وزير التعليم الأخيرة اللي بشأن تطوير التعليم وخصوصا الثانوية العامة. تمام. مفيش شك، واعتقد ان في حاله من بوجه عام كقاعده. طبعا زي ما بنقول دايما عمر ما في قرار، حتى الكلام اللي انا بقوله ده في ناس هتؤيده وناس هتعارض، ده حقيقي. ناس هتقبله وناس هترفضه، لكن كقاعده الاحكام تبنى على الكثير الغالب وليس القليل النادر. نعم. كقاعده انا اعتقد ان في حاله من الارتياح لهذه القرارات. لان حضرتك واي عاقل واي معلم يدرك ان قضايا التعليم 3 او محاور اصلاح التعليم 3 اللي تطرق له وزير التعليم هو محور واحد فقط من المحاور ال3: المقررات الدراسيه، العمليه التعليميه، وقبل دول المعلم. نعم. فانا عندي 3 محاور المفروض نصلح فيهم لو انا بتولى مسؤوليه التعليم. نعم. ويكون الاصلاح فيهم بشكل متواقت، يعني في وقت واحد. فاللي عمله الوزير ركز على محور واحد وهو قضيه المقررات الدراسيه. نعم. انا عندي ازمه في المقررات الدراسيه وكانت مقصوده. فكره التكدس والكم بعيدا عن الكيف، اغراق الطالب في كتب وموضوعات مكرره، وبالتالي ده ترتب عليه تعقيد، وطالما في تعقيد يبقى في دروس خصوصيه. معنى كده ان حضرتك بتتفق ان المواد الادبيه على مرحله الثانويه العامه ملهاش لازمه؟ لا طبعا، الكلام ده كلام غير صحيح بالمره. نعم. ابدا. اللي انا بتكلم عليه فكره التكرار والحشو. لما ادي حاجه نستفاد منها. لكن اعرف شيء عن كل شيء. صح. ما ينفعش تيجي تقول لي بلاش تاريخ ولا جغرافيا ولا علم نفس ولا فلسفة. اجتماع. الحاجات دي مهمه جدا نعرف. ما ينفعش تقول الكلام ده. نعم. ما ينفعش. انت بتبني انسان مش بتبني حيطه جدار. انا ببني بني ادم. ازاي هعرف تاريخ بلدي وادافع عن تاريخ بلدي وحضارتي وانا ما اعرفش؟ اديك انت بتشوف شباب. ما هو الحصاد لي ده كله ايه يا سيدي؟ نعم. اديك شيء لا في دين ولا في حضاره ولا في ثقافه ولا في وعي. يسالوا الشاب، اديك بتشوف الفيديوهات المخجله. ده حقيقي. يسالوا الشاب مين النبي، طب ابوه اسمه ايه، طب مش عارف ايه. ده اظن المهاز هو ده الحصاد. تيجي تسالني بعد كده مين اللي بنى وحد القطرين؟ ما اعرفش. نعم. ها؟ طيب سعد زغلول، مين سعد زغلول؟ ما اعرفش. نعم. لا طبعا. وبعدين التاريخ وهذه العلوم مش لمجرد ان انا اعرفها، ده علم. نعم. انا هقول لحضرتك مثال فقط عشان نتنقل للنقطه. نعم. انا في الاقتصاد بدرس حاجه اسمها تاريخ الفكر الاقتصادي. نعم. يعني انا عشان اعالج ازمه اقتصاديه حاليا النهارده لازم اشوف اللي قبلنا من 100 سنه ولا 200 سنه حلوا المشاكل دي ازاي. يبقى دراسه التاريخ الاقتصادي زي دراسه التاريخ السياسي، زي التاريخ الاجتماعي، زي التاريخ الديني، زي التاريخ الاخلاقي. عمر الخيام هو اتشهر انه شاعر، ولكن كان حقق طفره كبيره جدا في الجبر والرياضيات. ابن خلدون هو ابو علم الاجتماع. نعم. لما عرض لتقدم الامم وصعودها وهبوطها وانهيارها مرتبط بالفساد اذا حضرتك مع ان احنا ندرس مواد ادبيه؟ لا يا فندم، هو عايز رضا عبد السلام. نعم. هو في عاقل يطرح هذا السؤال من الاساس؟ لا يمكن انت تبقى عاقل ووطني ان انت تناقش قضيه ان انا ادرس تاريخ وادرس جغرافيا. لكن الفكره في ايه؟ هي القضيه بالنسبه لنا في التعقيد والحشو وسوء العرض. اعتقد ان قرارات الوزير الجديد اسعدت الدكتور رضا عبد السلام، لان حضرتك يعني اعلنت حرب زمان لما كنت موجود في محافظه الشرقيه على السناتر والدروس الخصوصيه. هي مش قضيه حرب لسبب، لان انا مقتنع. يعني انت النهارده هتشغل المدرسه ازاي؟ انا عارف انه مدرك تماما، والمرتبات والدخول كل ده احنا عارفين الكلام ده كله. احنا ممكن المواطن اللي بيدفع دم قلبه بالظبط. انا عايز اوصل دلوقتي في النهايه، لما انا كمواطن، ما حضرتك كنت بتتكلم في نقطه من شويه على ان المواطن فلوسك بتروح فين. انا في تصوري اكتر من 50% من دخل المواطن ما بين
فلوس الدروس الخصوصيه نعم. وما بين العيادات الخاصه نعم. والدواء. نعم. واقل من 50% ما بين احتياجاته الاسريه واحتياجات الاولاد وبيت ومصاريف وكهرباء وميه، خاصه مع ارتفاع التكاليف دلوقتي، فالمواطن راح. نعم. فانا النهارده لما اقول 50% من دخله رايح لهذه الابواب الخلفيه، طب ما انا ممكن اشتغل على موضوع ان انا ازود الرسوم الدراسيه، بس بشرط لازم انا كولي امر ابقى مدرك انا شريك في هذه الازمه. نعم. ليه؟ لان انا كأب انا ممكن مع اللي بيتعمل اصر ان انا اجري ورا المدرس. نعم. او بالذات الام انا بتكلم بصراحه عشان ما ينفعش الكلام الموارد. الاب عايز الدنيا تمشي والواد يشد زي ما احنا اتربينا. ما تربيناش في ده، كان اللي باخد درس عندنا بيستخبى يقول لك الواد فلان ده في الماده درس واثنين وثلاثه، ماده واثنين وثلاثه عشان الام قلقانه على ابنها عشان يدخل كليه قمه. كله كلام فارغ، لا قمه ولا قاع. زي ما بنقول دايما القمه هو من يصنعها. اقول لحضرتك على مفاجاه، كانت مفاجاه بالنسبه لي في الحقيقه. انا جيراني في البيت شباب فلسطينيين، يعني ولد واخته، هم بيدرسوا في جامعه الزقازيق كليه الطب. فلما جيت بتناقش معاه، هو انت كان مجموعك كام في الثانويه العامه؟ انت جاي من غزه وجاي من الحصار وجاي ازاي متفوق وجاي تدرس في مصر وجايين بمنحه تفوق. تمام. كنت جايب كام في الثانويه العامه؟ فقال لي لا، هو انا مش جايب مجموع الثانويه العامه، ان انا جايب مثلا 96% الكلام اللي احنا عايشين ده الافلام. فقلت له طب ما انت جاي ازاي؟ يعني عندكم التنسيق بيتعمل ازاي؟ قال لي بيشوفوا افضل مادتين انا جايب فيهم درجات مقفلهم، وبناء على كده بيحددوا هل انا هكون طب ولا انا هكون علوم ولا انا هكون هندسه. دي معناه ميولي فين؟ ده معناه بقى هو ده المعنى الصح. عشان كده بس هحكي سؤال، هل تنسيق الثانويه العامه التقليدي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي بنستفاد منه؟ لا، هو الموضوع كله زي ما حضرتك شايف، هي الثانويه العامه تعليم في المقام الاول، ده مجرد حشو بموضوعات. ويمكن اديك بتسمع عن الحاجات والاحداث اللي بتحصل في الامتحانات. نعم. والافلام اللي بتحصل في الامتحانات. وفي النهايه احنا بنواجه امال احنا بنواجه مشاكل في مستشفيات وفي مباني بتقع والكلام ده. مش بقول كل الناس كده بالمناسبه. أيوة. بس انا عايز اقول لك ده حصاد لجرائم كبرى بنرتكبها في هذه المرحله الخطيره. انا محتاج ابني يدخل المكان اللي فيه قدراته، اللي فيه مؤهلاته، يعني حضرتك اللي يلاقي فيه نفسه. تغيير نظام التنسيق يا فندم نطور كل الكلام. احنا ما فيش مكان في العالم لا مؤاخذه بالعك اللي احنا عايشين فيه على مدار السنين. احنا وانا بقولها اهو من وجهه نظري، هذا كان له غرض سياسي. نعم. عشان كده بسأل حضرتك، لما نيجي نقارن حاليا دلوقتي بمستوى التعليم في دول الخليج، السعوديه بالتحديد والامارات، ومستوى التعليم في مصر، هم فين واحنا فين؟ شوف، أنا عشت في السعودية وعشت في الخليج. مصر مهما كان فيها من مشاكل قوية جدا وقوية بالعقول اللي فيها. ده حقيقي. احنا محتاجين نطور في نظام التعليم بتاعنا بس. ده حقيقي. لأن احنا تركنا أنفسنا نهبا لحفنا من المتكسبين. نعم. أديك شايف مشاهد السناتر والدروس واللي بيتم فيها. مش هنقول كل الناس كده، لكن المدرسة بتبني سامح. نعم. بتبني دماغه، بتبني ثقافته، بتبني وعيه، بتطلع بني ادم. نعم. لكن انا بروح السنتر بعمل ايه؟ يبلعني شويه الكلام، لكن لا انا مثقف ولا انا فاهم حاجه. اطلع مش بني ادم، اطلع مجرد اداه، آلة. هو ده اللي هيبني مجتمع؟ لا طبعا. عشان كده انا زي ما انا بقول اهو، اللي بيتصرف على السناتر يتصرف في المدارس. صح. واشتغل بقى ازود الرسوم بتاعه المدرسه، لكن بشرط تكون يد من حديد. انا بقول لك اهو، وهاديك شفته لو شئنا سنفعل. ده حقيقي. لان لو في حد يده اقوى من يد الدوله يبقى دي مش دوله. ده حقيقي. مصر محتاجه تخصصات ايه علشان نبقى زي دول الخليج؟